بقالي يومين ما نزلتش فيديو تقريبا بالظبط، علشان كنت عند بابا. فالنهارده بقى رجعت كده البيت او امبارح، احنا النهارده تاني يوم. قلت اعمل ايه؟ اعمل كده شويه مكرونه بالصلصه وكفته مشويه. طبعا ما رضيتش اصور لكم المقطع بتاع التتبيله بتاعه الكفته المشويه العاديه البسيطه بتاعتي، علشان انا كنت لسه عاملاها معاكم قبل كده. قلت بقى بما ان جوزي هيفطر النهارده بره مع اصحابه، فقلت ايه احنا نعمل الاكله ديت بقى. هي كانت النية عدس في الاول، رحت قلت لا يا بت، لا 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 لا، مش عشان هتفطري لوحدك تاكلي عدس، لا اعملي الاكله اللي انتي بتحبيها. فاول حاجه كده عملتها قليت البصل، زي ما انتوا طبعا عارفيني ان انا بحب ان هو ياخد اللون الحلو ده. وبعد كده انزل بنقطه صغيره من الخل، بس هنا انا نسيت ونزلت بالطماطم على طول، او بكيس صلصة الطماطم اللي انا بعشقها، ودايما لو هلاقيه قدامي هجيب منها كذا كيس. فقلت بقى المرة دي احط كده الكيس كله علشان تبقى المكرونة كده شاربة كده الطماطم وتبقى طعمها حلو. انا بحب المكرونة تكون صلصتها كتير وكمان رشة من السكر. وهنا بقى كنت طبعا اخترت المكرونة اللي انا بحبها، مكرونة اسباجيتي. حطيتها كده علشان تتسلق. والله الطقم ده بتاع الحلل ده عانى معايا، 3 حلل بقوا رايحين كده مش راجعين، و3 حلل زي الفل بحالهم تحت السرير. عاوزه اطلعهم بس قلبي مش جايبني، ما انتوا لسه ما انتوا شغالين اهو، طالما شغالين خلاص نكمل بيكم، ليه لا. فضلت كده ان انا اقلب كده في المكرونه وسبتها لحد لما استوت. هنا تقريبا المكرونه كانت استوت وصفيتها وشفلطتها وحفلطتها طبعا كالعاده بقى، ملح وفلفل اسود وشويه من الزيت علشان ما تلزقش. وهنا كنت حضرت الطاسه او الجريلا علشان اشوي الكفته. بصوا زي ما انا عملتها المره اللي فاتت بالظبط، ملح وفلفل اسود وبصل وبقدونس فقط لا غير، بيبقى الطعم تحفه وجميل وزي العسل بصراحه. حطيتها كده علشان تتشوى، بس انا حسيت هنا ان انا كترت زيت نوعا ما شويه، حسيت بكده. فقلت يا بت ايه مش مشكله عادي كملي، ما تقفيش، ما فيش حاجه توقفك. حطيتهم كده كلهم. وطبعا بقى فقره الساحر، فقره الهز ده اللي انا في الاخر هتقع مني، انا حاسه يعني في يوم من الايام، يعني انا اكيد مش دي اخر مره هعمل فيها كفته، اكيد هعمل فيها تاني. بدأت كده ان انا اقلبها بعد لما اخدت لون من اول وش او اول جهة. بس كده تمام. في الوقت ده حسيت ان لسه بدري، فاخدت يا دوبك لون كده بسيط، بعد كده طفيت عليها. وقبل الفطار اديتها بقى اللون الحلو المتين الجميل. ايوه فقرة الساحر دي بصوا. هنا كنت اتخضيت. هنا بقى كنت حطيت الاكل خلاص، اكيد كان في حد تاني بيفطر يعني معايا، مش حاطه الطبق ليا. والجرجير طبعا ده لازم. والكفته اهي بعد لما اتشوت. وقليت طبعا البطاطس. كانت الامانه اكله تحفه تحفه تحفه. اشوفكم بقى ان شاء الله في فيديو جديد.